السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي في كل مكان. سنة تانية إعدادي، عاملين إيه؟ أنا معاكم مستر عمرو عبد العليم مدرس الدراسات الاجتماعية. قبل ما نبدأ الفيديو لو أنت لسه مش مشترك في القناة انزل دلوقتي واعمل اشتراك وفعل زر الجرس. تعالوا بينا بقى نبدأ الدرس بتاعنا. الدرس ده أول درس في التاريخ وبعنوان الدولة الأموية. طيب تعالوا بقى نتعرف عن الحدوتة بتاعتنا النهاردة والقصة بتاعتنا النهاردة ونعرف عنها كل حاجة بالظبط. هنرجع بالزمن لورا شويه كده في الترم الاولاني ونعرف ايه اللي كان حاصل في نهايه الترم. انا كان حصل عندي في الترم الاول فتنه كبيره جدا كانت في ايام الخليفه عثمان بن عفان، وفضلت وراه لحد لما قتلوه، واستمرت لحد علي بن ابي طالب وقتلوه برضه. طيب بعد كده بقى اللي هيتولى الخلافه كان اسمه الحسن، ده ابن علي بن ابي طالب. ولما تولى الخلافه في الوقت ده المسلمين كانوا متفرقين، كلمتهم ما كانتش متجمعه، ففكر دلوقتي في حل اللي هو يجمع كلمه المسلمين ويجمعهم تاني تحت رايه واحده وهي رايه الدوله الاسلاميه. طيب تعالوا بقى نعرف ايه اللي هيحصل في الوقت ده. احنا عندنا واحد كان اسمه معاويه بن ابي سفيان، طبعا احنا عارفينه برضه من الترم الاولاني. الحسن ده قال لك انا عشان اجمع كلمه المسلمين انا هتنازل عن الخلافه لمين؟ لمعاويه بن ابي سفيان. هو الحسن واخوه هم ليه اصلا تنازلوا عن الخلافه لمعاويه بن ابي سفيان؟ هتقول لي كده لجمع كلمه المسلمين وحقنا لدماءهم، عشان كان في صراعات كتيره جدا كانت حاصله مع المسلمين في الوقت ده. يبقى الحسن دلوقتي واخوه الحسين هيعملوا ايه في الخلافه؟ انا هتنازل عن الخلافه لمعاويه بن ابي سفيان، هو اللي هيتولى الخلافه مكاني. طيب ليه يا عم الحسن؟ قال لك كده جمعا لكلمه المسلمين وحقنا لدماءهم. عشان كده العام ده بقى اللي هو كان عام 41 هجريه احنا سميناه كده بعام الجماعه، عشان المسلمين كلهم في الوقت ده كانوا متجمعين. تعالوا بقى نتعرف كده على الدوله بتاعتنا النهارده وهي الدوله الامويه. مين هو اول واحد مسك الخلافه في الدوله الامويه؟ هتقول لي كده معاويه ابن ابي سفيان. طيب هم ليه اصلا سموها الدوله الامويه دي؟ نسبه الى جد الاكبر، عشان كده سموها لي الدوله الامويه. تعالوا بقى نتعرف على اول خليفه موجود عندنا ده وهو اسمه معاويه ابن ابي سفيان. هو معاويه ابن ابي سفيان ده كان حد كويس ولا وحش؟ قال لك لا طبعا هو كان حد كويس جدا، وهنعرف هو عمل ايه عشان يخليه كويس اصلا. قبل لما يتولى الخلافه عمل شويه اعمال هنعرفها مع بعض، وبعد لما تولى الخلافه عمل لي برضه شويه اعمال هنعرفها مع بعض. قال لك ده كان احد كتاب الوحي. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك كان بيقعد كده بجوار الرسول عشان يكتب القرآن اللي نزل عليه. يبقى أول حاجة عندنا وهي كان أحد كتاب الوحي. طيب تمام، إيه تاني؟ فاكرين أنتوا في الترم الأولاني حروب الردة اللي إحنا خدناها في الترم الأول؟ أيوه طبعا فاكرها، كانت أيام أبو بكر الصديق. قال لك بقى معاوية بن أبي سفيان كان مشارك في الحروب دي. طيب يعني إيه حروب الردة أصلا؟ الناس اللي هي خرجت عن الإسلام ورفضوا دفع الزكاة ومنهم من ادعى النبوة. يبقى معاويه بن ابي سفيان ده شاركني في حروب اللي هي حرب المرتدين اللي حصلت ايام ابو بكر الصديق. تمام حلو لحد كده. عملت ايه تاني يا معاويه؟ انا شاركت في حروب الشام كلها. طبعا حروب الشام دي اللي احنا خدناها في الترم الاول. يبقى معاويه بن ابي سفيان عمل ايه تاني؟ قال لي شارك في حروب الشام. مش بس كده، قال لك من كتر ما هو كان حد ذكي جدا كان قوي جدا، قال لك ده كمان بقى والي على الشام. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى هو شارك في حروب الشام وكمان كان والي عليها. ده كده كان اهم اعمال معاويه بن ابي سفيان قبل لما يتولى الخلافه. طيب انا عملت لكم ايه دلوقتي؟ انا عملت حاجه اسمها خريطه ذهنيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في كل اجابه من دول انا قلت لك المفتاح بتاعها كلمه واحده وانت هتكمل بقيه الاجابه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا دلوقتي قبل الخلافه انه كان احد كتاب الوحي ايام الرسول. طيب كتبت حروب الرده، ما هو شارك برضه في حروب الرده. طيب حروب الشام هقول له كده لان معاويه بن ابي سفيان قام بالمشاركه في حروب الشام. مش بس كده، ده بقى والي عليها. واخر حاجه عملها لي طبعا وهتنتهي بان هو هيتولى الخلافه انه هيجمع كلمه المسلمين تاني سنه 41 هجريه. دي كده كانت اعمال الخليفه معاويه بن ابي سفيان قبل لما يتولى الحكم. تعالوا بقى نعرف لما تولى الحكم ده هيعمل لي حاجات كويسه ولا هيعمل ايه بالظبط. تعالوا بقى نعرفها مع بعض دلوقتي. اول حاجه هو معاويه بن ابي سفيان كان جاي لي اصلا ايه السبب اللي هو خلاه يتولى الخلافه؟ هتقول لي ما هو المسلمين في الوقت ده كانوا متفرقين
فهو جه عشان يجمع كلمة المسلمين، وبالفعل معاوية بن أبي سفيان فعلا جمع كلمة المسلمين. يبقى أول عمل عندي من أعمال معاوية بن أبي سفيان إنه قام بتجميع كلمة المسلمين. طيب تمام. تاني، عملت إيه تاني يا معاوية؟ قال لي كده أنا نقلت مقر الخلافة. فاكرين في الترم الأولاني آخر مقر الخلافة كان موجود فين؟ أنا فاكر كان موجود في الكوفة. هو بقى نقلهولي من الكوفة إلى دمشق. يبقى نقل مقر الخلافة إلى فين؟ دمشق. طيب اشمعنى البلد دي بالاخص اللي هو اختارها؟ ان معاويه بن ابي سفيان المؤيدين بتاعته وانصاره كانوا موجودين في دمشق. يبقى هو نقل مقر الخلافه من الكوفه الى دمشق. هقول له كده حتى يكون بين مؤيديه وانصاره. ده سؤال مهم جدا وبيتكرر كتير عندي في الامتحان. عملت ايه تاني يا عم معاويه؟ قال لي عملت لك ديوان كده اسمه ديوان الخاتم. اسمه ديوان الايه؟ ديوان الخاتم. طب عمل ديوان الخاتم ده لازمته ايه يعني؟ قال لك كده لحفظ وختم مراسلات الخليفه. يبقى لحفظ وختم مراسلات الايه؟ الخليفه، عشان ما حدش يعرف يزور اي حاجه موجوده تبع الخليفه. عملت لي ايه تاني؟ قال لك انا نظمت لك كمان البريد. يبقى عمل ديوان الخاتم ونظم لي البريد. تمام. عملت ايه تاني؟ قال لك كده في واحده انا هكتبها في الاربع خلفاء اللي موجودين عندي. العمل ده بيكون موجود في الاربع خلفاء اللي موجودين عندنا. يبقى هقول له ايه؟ واصل حركه الفتوحات الاسلاميه. طيب عملت لي ايه تاني؟ قال لي كمان ده اهتم بالبحريه الاسلاميه. يبقى اهتم بالفتوحات الاسلاميه وواصلها، وكمان اهتم بالبحريه الاسلاميه. معاويه بن ابي سفيان ده كان يهتم اهتمام كبير جدا بالعماره، ومن اشهر المدن اللي بناها كانت مدينه القيروان. يبقى معاويه بن ابي سفيان دلوقتي قام ببناء مدينه القيروان. واخر حاجه عندنا هو اصلا اللي كان بيحكم ده او بيتولى الخلافه كان بيتولى على اساس ايه؟ كانوا بيشوروا بعض كده زمان بعد وفاه الرسول عشان يطلعوا احسن حد فيهم هو اللي يبقى خليفه للمسلمين. ولكن معاويه بن ابي سفيان بقى كان له راي تاني. قال لك انا هجعل نظام الحكم وراثه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي انا اللي هحكم، بعد لما اموت ابني هيحكم مكاني. طيب ابني مات، ابني هيحكم مكاني. طيب ابني مات، قال لك ابني هيحكم مكاني لحد لما العيله كلها ايه؟ تخلص. يبقى جعل نظام الحكم بالوراثه. دي كده كانت اهم اعمال الخليفه معاويه ابن ابي سفيان. تعالوا نجمعها مع بعض كده. جمع كلمه المسلمين، نقل مقر الخلافه من الكوفه الى دمشق، ووصل حركه الفتوحات الاسلاميه، جعل نظام الحكم بالوراثه، اهتم بالبحريه الاسلاميه، نظم حركه البريد، انشا ديوان الخاتم، اهتم بالعمران فانشا لنا مدينه كبيره جدا وهي مدينه القيروان. ده كده كان اول خليفه عندنا وهو الخليفه معاويه ابن ابي سفيان. طيب هو مات امتى بقى؟ قال لك مات سنه 60 هجريه. طيب هو اتولى الخلافه امتى؟ طيب سنه 41 هجريه. هو انا عندي كام خليفه اصلا؟ ما انت ما قلتليش. انا عندي في الدوله دي 14 خليفه. طيب هيقعدوا كام سنه؟ هيقعدوا 91 سنه، بس احنا طبعا مش هندرسهم كلهم وخدنا بس 4 منهم. طيب نيجي للتاني بقى، اسمه ايه؟ اسمه عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان ده الترتيب بتاعه رقم كام؟ الترتيب بتاعه الخامس. ولكن المؤرخين كان لهم رأي تاني في الموضوع ده. قال لك المؤرخين كده وهم بيكتبوا التاريخ، الناس اللي بتكتب التاريخ قالت لك كده هو ده ايه؟ قال لك ده اللي هنعتبره المؤسس الثاني للدولة الأموية. طيب اشمعنى بقى المؤرخين اختاروا ده كده من ضمن ال 14 وقلتوا هو ده بس اللي هيبقى ايه؟ المؤسس الثاني؟ هقول لك ايوه، ما هو في الوقت ده كان فيه فتن وثورات والدولة الإسلامية ما كانتش مستقرة. عشان كده هو أول لما جه قال لك كده قام بالقضاء على الفتن والثورات وايه تاني؟ وعمل على استقرار الدولة. طيب يبقى كده لما يجي سؤال في الامتحان يقول لك بما تفسر يعتبر عهد الملك او يعتبر عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدولة الأموية، هقول له ليه؟ هقول له كده لأنه قام بالقضاء على الفتن والثورات وعمل على استقرار الدولة الأموية. قال لك كان في حاجة كده اسمها الدواوين أيام الخليفة عمر بن الخطاب لما عمل الدواوين. طيب الدواوين دي ما كانتش موجودة باللغة العربية، كانت موجودة بلغات تانية. أول لما جه بقى عبد الملك بن مروان قال لك لأ بس لحد كده،
انا هقوم بتعريب الدواوين. يبقى خلى الدواوين دي باللغه العربيه، يبقى قام بتعريب الايه؟ بتعريب الدواوين. ده كده تاني عمل من اعمال عبد الملك بن مروان. زمان بقى العرب دول كانوا افضل الناس في اللغه العربيه، كانوا اكتر الناس فصاحه في اللغه العربيه، كان عندهم حرفنه كده في اللغه العربيه. من ضمن الحرفنه دي قال لك ان هم كانوا بيقراوا الكلام من غير حروف، يعني هم ما كانوش بيحطوا النقط على الحروف يعني. طيب دلوقتي بقى قال لك لا، اول لما جه عبد الملك بن مروان قال لك لا، انا لازم احط النقط على الحروف، فقام بتنقيط المصحف. يبقى زمان ما كانوش بيحطوا النقط على الحروف، لكن عبد الملك بن مروان اول ما جه قال لهم لا، انا لازم احط النقط على ايه؟ على الحروف. وبالفعل قام بتنقيط المصحف. تمام. زمان ما كانش فيه عمله اسلاميه خاصه بينا، كان فيه عملات ثانيه، ما كانش فيه اصلا عمله اسلاميه. فاول لما جه عبد الملك بن مروان قال لك لا، احنا لازم يكون لينا عمله خاصه بينا. فبالفعل قال لي قام بعمل العمله الاسلاميه. يبقى ضرب العمله الاسلاميه. انا في واحده كده قلت لك انت هتحطها في كل الاعمال بتاعه الخلفاء الباقيين كلهم. طيب ايه هي؟ ايوه انا فاكرها يا مستر منك. طيب ايه هي؟ قال لي الفتوحات الاسلاميه، لانه برضه واصل حركه الفتوحات الاسلاميه. واخر حاجه بقى عملها لنا، بنى لنا مسجد كده لسه موجود طبعا لحد دلوقتي، وهو مسجد قبه الصخره، وده موجود في بيت المقدس. يبقى بنى لي مسجد اسمه ايه؟ مسجد قبه الصخره، وده موجود في بيت المقدس. تعالوا بقى نلخص اعمال كده عبد الملك بن مروان ونقولها من تاني. تعالوا مع بعض. اول حاجه عندنا يعتبروه المؤرخين المؤسس الثاني للدوله الامويه. واحد. اثنين، قام بالقضاء على الفتن والثورات وعمل على استقرار الدوله الامويه. اثنين. رقم ثلاثة، قام بتعريب الدواوين. أربعة، اللي قام بتنقيط المصحف. خمسة، قام بضرب العملة الإسلامية. مش ضربها كده يعني، لا ضربها عملها يعني. قام بمواصلة الفتوحات الإسلامية. طيب قال لي قام بعمل أو بناء مسجد قبة الصخرة. نيجي بقى للخليفة اللي بعده. الخليفة اللي بعده ده هيكون ابنه. طيب اسمه ايه يعني؟ قال لي كده اسمه الوليد بن عبد الملك. ما تيجي بقى نتعرف على اعماله. المؤرخين برضو اللي بيكتبوا التاريخ دول اعتبروا العصر بتاع الراجل ده اسمه العصر الذهبي. ايه ده؟ الذهبي؟ قال لي فيه ذهب يعني؟ اقول لك لا طبعا، لان العصر ده هو اهتم بالعماره كتير جدا، وعمل لي شويه اصلاحات هنعرفها مع بعض دلوقتي. طيب ايه هو اول حاجه عملها لي؟ عمل لي مسجد كده اسمه المسجد الاموي. طيب المسجد الاموي ده موجود فين؟ قال لي موجود في دمشق. يبقى اول حاجه عملها لي ايه هي؟ المسجد الاموي. طيب تمام. ايه تاني؟ عارفين انتوا مسجد الرسول اللي هو المسجد النبوي اللي موجود في المدينه؟ ايوه انا عارفه. طيب عمل لي فيه ايه؟ قال لي كده اعاد بناؤه. يبقى اعاد بناء المسجد الايه؟ المسجد النبوي. عارفين انتوا الحرم المكي اللي الناس بتروح تحج فيه ده اللي هو موجود في مكه؟ ايوه طبعا عارفه اكيد طبعا. طيب عمل فيه ايه؟ قال لي كان ضيق جدا، الناس ما بتعرفش تلف في حوالين الكعبه، فهو عمل لي ايه بقى؟ قال لي كده قام بتوسيع الحرم المكي. يبقى قام بتوسيع الحرم المكي. الطرق ما كانتش كويسه ايام الوليد بن عبد الملك، فهو اول لما جه قال لي مهد لي الطرق وحفر الابار. يبقى قام بتمهيد الطرق وحفر الابار. طيب في واحده كده انا قلت لك برضو انت هتحطها في كل خليفه من الخلفاء اللي عندك. ايوه انا فاكرها. طيب ايه هي؟ هقول له كده واصل حركه الفتوحات الاسلاميه. فعهد الوليد بن عبد الملك بقى الفتوحات الاسلاميه دي يعني خدت اماكن كتيره جدا جدا جدا. من اللي فين يعني؟ هقول له كده غربا عند بلاد الاندلس، وشرقا لحد اقليم السند. يبقى غربا عند الاندلس وشرقا عند السند. دي كده الفتوحات الاسلاميه. الوليد بن عبد الملك كان فيه جانب اجتماعي، كان فيه جانب خدمي. كان بيعمل ايه يعني؟ يهتم بالخدمات الاجتماعيه. عملت ايه ده؟ قال لي اهتم بالمعاقين والفقراء والمساكين. ده مين؟ الوليد بن عبد الملك. طيب تعالوا نلخص بقى اهم الاعمال بتاعته تاني كده. حلو. هو ليه سمي بالعصر الذهبي؟ هقول له بسبب ايه؟ بسبب الاعمال التي قام بها. قام ببناء المسجد الاموي، قام بتوسيع الحرم المكي، اعاد بناء المسجد النبوي. طيب عملت ايه تاني؟ واصل حركه الفتوحات الاسلاميه غربا حتى بلاد الاندلس وشرقا عند اقليم السند. مهد الطرق وحفر الابار. هو ترتيبه رقم كام يا مستر؟ الترتيب بتاعه رقم 6.
ده جه على طول بعد لما ابوه مات اللي هو عبد الملك بن مروان، جه بعديه اسمه الوليد بن عبد الملك. اخر واحد بقى هناخده، وطبعا ده الاخير اللي هناخده ومش الاخير عندنا في الخلفاء، اسمه ايه بقى؟ قال لي اسمه كده عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ده بقى كان حد كويس جدا جدا جدا، وسموه بالخليفة الزاهد. ايه ده؟ يعني ايه الخليفة الزاهد دي؟ كانش همه الدنيا خالص، كان همه الآخرة، كان يعمل من أجل الآخرة فقط. طيب تعالوا بقى نعرف هو الخليفة الزاهد ده عمل لي ايه بالظبط؟ أول حاجة عملها لي كده إنه حافظ على المال العام. يعني ايه حافظ على المال العام؟ قال لك كده الخليفة أول ما بيجي كان بيجي له بعض الهدايا وكان بيبقى معاه بعض الأموال. قال لك هو ما خدهاش، أمال وداها فين؟ قال لي كده جمع الأموال هو وزوجته وكل أسرة الدولة الأموية ووداها أو حطها في بيت المال. طبعا مش هنلاقي حد يعمل الكلام ده دلوقتي، ما بيصدق حد أصلا يلاقي فلوس ويحطها في جيبه. لكن الخليفة عمر بن عبد العزيز ما عملش الكلام ده. يبقى أول حاجة عملها لنا قال لي كده قام بالحفاظ على المال العام. تمام. عملت إيه تاني؟ قال لي كده الناس اللي كان بيعينها في الولايات بتاعته ما كانتش أي ناس، كان بيختارهم على الفرازة. يعني ايه الكلام ده؟ لازم تكون حد تقي، لازم يكون عندك صلاح، لازم تكون سيرتك كويسة. يبقى هي العوامل اللي بيختار بيها الولاة اللي كانوا موجودين في الوقت ده. قال لي أول حاجة الصلاح والتقوى والإحسان وحسن السيرة. يعني لازم تكون حد كويس جدا عشان تبقى والي أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز. تمام. عملت ايه تاني؟ قال لي حفر لي الآبار واصلح الطرق اللي كانت موجوده. قال لي كده فعم الخير في عهد. يبقى كمان الخليفه عمر بن عبد العزيز ده اهتم بالعمران. طيب عملت ايه يعني؟ قال لي بنى المساجد وحفر الآبار واصلح بعض الطرق. طيب لما عمل الحاجات دي كلها بقى قال لي كده عم الخير في عهدي، اللي هو مين؟ الخليفه عمر بن عبد العزيز. الخليفة عمر بن عبد العزيز ده كان بيعرف عنه انه خليفة عادل، وكان بيستشير العلماء. عشان كده كان في عدل وكان في عدالة اجتماعية. قال الخليفة عمر بن عبد العزيز كده نشر الإسلام بالموعظة الحسنة في كل البلاد المفتوحة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. يعني في ناس كتيرة جدا في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز دخلت في الإسلام. هو الدولة دي هتفضل دولة قوية؟ هقول لك لا طبعا، لأن لكل بداية في نهاية، ولكل حد قوي لازم يضعف، ودي كانت بداية الضعف. كان في بعد الخليفة اللي هو عمر بن عبد العزيز 6 ملوك. الملوك دول كانوا ملوك ضعفاء جدا. الملوك دول هم اللي هيؤدوا إلى سقوط الدولة. وآخر واحد في الملوك ده كان اسمه مروان ابن محمد. مروان ابن محمد ده مهم جدا جدا جدا. يبقى آخر ملوك الدولة الأموية اسمه مروان ابن محمد. ما تيجي بقى نعرف الدولة الجامدة جدا دي هتسقط ازاي؟ أول سبب عندنا قال لي ضعف الأمراء والصراع بينهم. مش بس كده، قال لي تولية الحكم لأكثر من اثنين. يعني مثلا دلوقتي أنا عندي واحد محمد قال لك أنا الملك، إسماعيل بقى قال لك لا أنا الملك، قال له التاني أنا الملك. تاني واحدة عندنا وهي الفتن والثورات، وعندنا كمان الصراع بين القبائل. ورابع واحدة عندنا وقال لي كده كراهية الموالي للأمويين. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك كده كان في ناس عندنا اسمهم الموالي. الموالي دول دخلوا الإسلام وما كانوش عرب، وكانوا حاسين ان هم قاعدين في الدولة والأمويين دول بيفضلوا العرب عليهم، فعشان كده بقى كانوا فرحانين فيهم جدا وهيستغلوا الفرصة. يبقى رابع سبب عندنا وهي كراهية الموالي للأمويين. وآخر سبب عندنا بقى وهو السبب القاتل هو الدعوة العباسية. كانت بقيادة واحد اسمه أبو مسلم الخراساني. يبقى قائد الدعوة العباسية هو أبو مسلم الخراساني. قال لك كده الدعوة العباسية دي اللي عملها لي أبو مسلم الخراساني اتقابل مع الأمويين في معركة تسمى معركة الزاب، وقعد يقتل فيهم لحد لما قتل آخر خليفة فيهم وهو اسمه مروان ابن محمد. وبكده نكون انتهت خلاص الدولة الايه؟ الأموية. لحد لما هيجي واحد اسمه عبد الله بن محمد بن علي العباسي وهيبيعوه على الخلافة ويقوم الدولة العباسية. ده كده كان أول درس عندنا في التاريخ،
وبعنوان الدولة الأموية. إن شاء الله الفترة الجاية هنزل دروسك كاملة هتلاقيها على قناة اليوتيوب. ما تنساش بس تعمل اشتراك في القناة لو انت لسه مش مشترك. ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تعمل لايك وكومنت في الفيديو ده وتقول رأيك. هستناكم في الفيديوهات التانية. سلام.